متابعاتي العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد اليوم عن الطبخ، حاسوي لكم شيء تاني إن شاء الله مفيد. عندنا هنا عزيزاتي اللفندر، هذا اللفندر حقت السنة هذه، شايفين كيف لونه؟ الريحة ما أقول لكم عليه. حاسوي لكم بخاخ للشعر. إيش نحتاج؟ نحتاج لفندر، ونحتاج هذا البخاخ، ونحتاج كمان الموية المغلية. دحين أنا أقول لكم باختصار إيش نسوي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نحط 3 ملاعق، طبعا أنتي حسب ما تبغي. أيوة، نحط هنا 3 ملاعق لفندر، شايفين كيف؟ نحط عليه كمان زي 1.5 كاسة موية مغلية، ونسيب ونخليه عزيزاتي زي 6 ساعات ولا يوم كامل. ممكن تحطيه يوم كامل عادي يقعد، تغطيه وتخليه يوم كامل كده. بعدين زي ما قلت لكم عزيزاتي، شايفين كيف بعد ما حطيناه في الموية المغلية خلاص نغطيه ونخليه زي 6 ساعات، زي يوم كامل ما يهم. دحين حر، أنا أخليه زي إلين المساء مثلا، وبعدين أصفيه أحطه في هذا البخاخ هذا. أحطه في البخاخ هذا بعد ما أصفيه طيب من اللفندر حقه، خلاص يكون الخلاصة كله طلع. عزيزاتي أنا من حبي لللفندر يعني ما شاء الله هذا يطلع في بلادنا، شوفوا كيف هذا حقة السنة، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف حتى جايبة أشياء يعني للبيت كله لفندر، زي الشامبو، زي الحاجات هذه. انتوا يعني زي ما انتوا عارفين حتى في الأشياء حق التجميل كتير، يعني شو مثلا الزيوت العطرية. إن شاء الله كمان أسوي لكم الزيت العطري حقه كيف، أوريكم طريقته. هذا دحين سويته زي التونر للشعر، يعني زي البخاخ. شايفين كيف؟ دحين شوفي كيف لونه اتغير، صار لونه موف. دحين نخليه بعدين أوريكم. وهنا متابعاتي العزيزات طلعنا الخلاصة حقت اللفندر. شوفوا كيف اللون كله طلع هناك، شوفوا كيف اللون خلاص ما فضل اللون الموف، صار كده لونه أبيض وأخضر، خلاص اللون كله طلع هنا. شايفين كيف؟ والريحة ما أقول لكم عليه عزيزاتي. دحين أحطه في البخاخ، نحطه في البخاخ الثاني. متابعيني أقول لكم فوائد البخاخ هذا حقت اللفندر، اللي هو الزهرة هذه، شايفين كيف؟ اللي وريتكم هو. الفوائد عزيزاتي، هذا في الأسبوع تحطيه 3 مرات في شعرك، تبخي شعرك بيه وخلاص، يعني بخاخ عادي زي أي شيء. وبعدين تحطيه في الثلاجة 10 أيام. دحين يعني هذا يستخدموه كم شخص، يعني مو شخص واحد. المهم بعدين عزيزاتي هو إيش يسوي؟ مفيد للقشرة، يعني يخلصك من القشرة من الشعر. بعدين مطهر لفروة الرأس، يعني بعدين يمنع تساقط الشعر. بعدين عزيزاتي كمان يمنع الشيب المبكر، مو اللي شعره أبيض، لا، يعني البنات الشباب دول لما يستخدموه يصير عندهم الشيب يكون متأخر، ما يشيبوا بسرعة، يعني الشعر ما يبيض بسرعة. مفيد لهذا. هنا عزيزاتي عشان نعقم القارورة اللي نحط عليها زيت اللفندر، نعقمه شوية زي دقيقة، نحطه كده في الموية ونشيله وننشفه طبعا مرة من الموية.
ودحين متابعاتي العزيزات حسوي معاكم كمان اللي هو الزيت للبشرة يعني وللجسم، زيت اللافندر. عندنا هنا اللافندر اللي قلت لكم عليه، وهنا عندنا الزيوت. عندنا طبعا قوارير معقمة، ما تحطيه في بلاستيك عزيزتي، تحطيه في قوارير قزاز. عندنا هو أحسن زيت يعني للزيت اللافندر هو جوز الهند. هذا ما عندك حطي من هذا زيت الأطفال اللي هو جونسون. ما عندك حطي زيت زيتون. الزيتون يصلح لدهن الكبار يعني للركاب للظهر زي كده، طيب يعني مع اللافندر. ما عندك هذا كله، عندك زيت نور اللي هو زيت الذرة. كله يصير عزيزاتي. مو احنا بنشتري الزيوت ناخد مثلا قد كده يعني عبوة صغيرة، تاخديه غالي من السوق، فهذا تجيبيه من عند العطار. أنا السنة هذا جبته طازة بنفسي، قطفته بنفسي يعني نشفته عزيزاتي. فأنتوا جيبوه من عند العطار، ما هو غالي، وسووه في البيت. زي ما قلت لكم متابعاتي، الشيء اللي نحتاجه كمان القسطير. بعد ما نحطه شوية كده في الحمام مريم، نحطه زي ربع ساعة، بعدين نقسطره بالقسطير هذا، نحطه في محل معتم. أنا أسوي لكم 3 طرق. أسوي لكم الطريقة اللي نحطه في الشمس، والطريقة اللي نحطه كده في محل عاتم كده في الدولاب يعني، وكمان الطريقة الثالثة. 3 طرق أسوي لكم، كلها سهلة عزيزاتي. دحين إيش نسوي؟ زي ما قلت لكم الزيوت أنتوا تختاروا الزيت اللي عندكم تستخدموه. دحين أنا أحط الزيت في نفس القوارير هذه. أنا أسوي دحين زي ما قلت لكم 3 طرق، وبعدين في الأخير أقول لكم فوائده للشعر وللبشرة. عزيزاتي نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نسوي أول طريقة اللي هو بزيت الأطفال، هذا جونسون. شايفين كيف أسوي؟ أقول بسم الله، أحطه هنا. شايفين كيف أنا حطيت شوية زايد، زي مثلا 2.5 ملعقة حطيت لافندر. دحين أمليه هذا كله. هذا اللي، والتاني أسويه بزيت الزيتون اللي أحطه على حمام مريم. خلاص كده. والتاني دحين زي ما انتوا شايفين أحط عليه، أحط زيت الزيتون هنا. شايفين كيف؟ دحين أنا أرجع أمليه كمان زيت، وبعدين نقلبه كده تقليبة بسيطة. خلاص نشرب الزيت عليه. دحين عزيزاتي إيش أسوي؟ شايفين زيت الذرة هذا أحطه هنا. أقول بسم الله، أمليه طبعا. طيب الثاني هذا نسويه هو بزيت جوز الهند اللي هو هذا زي ما انتوا شايفين. شايفين كيف؟ هذا أحطه كله. خلاص هذا عشان عندي قليل الزيت، خلاص حطيته كله. دحين إيش أسوي؟ خلاص شايفين كيف؟ هذا اللي أحطه على حمام مريم اللي هو في النار يعني. وهذا زيت الزيتون، هذا زيت الذرة برضو أحطه، لأنه ما يتأثر الزيت هذا بالحرارة. لكن زيت الزيتون وزيت جونسون هذا لا، أحطه في العتمة. أقسطره، أحطه في القسطير كده، وبعدين أحطه في العتمة كده كل كم يوم، كل يومين يعني أجي أخده ولا لا، هذا أحطه في الشمس. شايفين متابعاتي؟ هذا هو اللي سويناه بزيت الذرة. دحين نسكه ونخضه. شايفين كيف؟ وهذا اللي هو شوية، اللي قلت لكم عندي الزيت قليل، اللي هو بزيت النارجين. وهذا عزيزاتي اللي هو بزيت الزيتون. هذا اللي أحطه في العتمة قلت لكم لدهن الركب وزي كده. وهذا اللي هو بزيت جونسون. هذا أحطه برضو، هذا أحطه في العتمة، وهذا أحطه في الشمس. أشوف كيف يصير كم يوم كده. أحطه زي مثلا 4-5 أيام ولا أسبوع، وكل يوم كده أجي أخضه مرتين. الحين أنا أقفله وأخضه عزيزاتي، وكله أسويه زي ما قلت لكم. الحين إحنا سوينا 4 أنواع من الزيوت. وهنا متابعاتي زودت اللي في زيت الزيتون، زودت اللافندر حقه، سويته زي 4 ملاعق. شايفين كيف؟
أبغاه يصير مركز، مو إحنا نبغاه دهان للمفاصل، عشان كده زودته، خليته زيادة، خليه يصير إيه مركز أحسن. الحين أغطيه خلاص. زي ما قلت لكم عزيزاتي، هذا نحطه في الشمس اللي هو زيت الجونسون، أحطه كل يومين كده، أجي أخضه وأرجعه محله في الشباك، أحطه لمدة أسبوع. وهذا نفس الشيء، أحطه في العتمة كده في الدولاب، كل يومين أجي كده لمدة أسبوع أخضه، وبعدين لازم كله نعتمه. حتى هذا بعد ما أحطه في الحمام المائي لازم أحط له القسطير وأخليه أسبوع، بعدين أصفيه. بعد ما أصفيه خلاص بعدين أقول لكم عزيزاتي الفوائد للبشرة وللشعر. يعني زي ما أنتم عارفين اللافندر اللي هو الخزامة هذا بيستخدموه في أدوات التجميل، بيستخدموه زي ما قلت لكم في الشامبو، في حاجات كثيرة. فهذا إحنا نجيبه نسويه طبيعي في البيت، يعني بيدنا نسويه، يعني شيء أحسن كمان إنه أنت سويتيه واستخدمتيه. إن شاء الله أنا أقول لكم فوائده للبشرة وللشعر. هنا متابعاتي العزيزات حطيناه على حمام مائي، هذا اللي هو زيت جوز الهند وزيت ذرة، لأنه هذا يتحمل يعني شوية حرارة غير الزيت الزيتون والزيت الجونسون. حتى يصير تسووه بزيت اللوز عزيزاتي عشان ما فيه له ريحة. زيت شو اسمه الجوز الهند اللي هو النارجين، وزيت الزيتون فيه له ريحة يعني شوية. أما زيت الذرة، زيت اللوز، زيت جونسون، هذه ما فيها يعني ريحة، يعني يجي مع هذا. بس أنا عشان أبغى أسويه كدواء اللي هو زيت الزيتون فهذا. وحتى اللي هو زيت النارجين أبغى أسويه للشعر كدواء، يعني عشان أنا عندي تساقط في الشعر. دحين نستناه يسخن. هنا متابعاتي العزيزات نفرك نفس الزيت اللافندر، نفركه ليش؟ عشان نطلع الخلاصة حقته. شايفين كيف؟ نفركه طيب كده زي دقيقتين، بعدين نصفيه. دحين هذا اللي سويناه بزيت الجونسون عزيزاتي، أفركه مظبوط، أطلع اللون حقه وأرجع لكم. متابعاتي العزيزات بعد ما صفينا اللي هو الجونسون، شايفين كيف صار اللون، صار على موف. دحين إيش نسوي؟ نحطه في نفس إحنا دحين طلعنا الخلاصة بعد ما فركنا، طلعنا الخلاصة حقت اللافندر. شايفين كيف؟ خلاص كده هذا صار الزيت للبشرة للجسم، جدا ممتاز للشعر زي ما قلت لكم. بعدين أقول لكم فوائده كمان للشعر. أنا قلت لكم البخاخ، دحين هذا زيت اللافندر اللي هو بالزيت الجونسون، هذا انتهينا منه. دحين نشوف حقتي اللي هو سويناه بزيت الذرة اللي هو هذا. متابعاتي العزيزات حطينا اللي هو بزيت الذرة، شايفين كيف؟ شوفوا كيف فاتح. دحين لازم نفرك هذا طيب، نفركه إلين نطلع اللون هذا على الزيت. وهذا متابعاتي العزيزات اللي هو سويناه بزيت الذرة، شايفين كيف؟ بعد ما فركناه وخلاص طلعنا العصارة حقتها كلها. دحين نحطها في القارورة. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كيف؟ خلاص أنا طلعت اللون عزيزاتي، لما فركته طلعت اللون حقه. شايفين كيف؟ خلاص دحين كده هذا قلت لكم اللي هو بالذرة يخليه ما في ريحة، يعني بس يكون ريحة اللافندر فيه له. طبعا عزيزاتي اللي في السوق يحطوا له كمان أشياء صناعية. إحنا هذا حقنا يعني الزيت الطبيعي اللي طلعناه من اللافندر على طول حولناه لزيت عطري بزيوت طبيعية. متابعات العزيزات بعد ما سوينا الزيوت العطرية 4 أشكال، سوينا اللي بجوز الهند زي ما شفتوا، اللي بزيت الجونسون، واللي بزيت الزيتون قلت لكم للركب تدهنوا به الركب والظهر يخفف الآلام، وهذا اللي بزيت اللي ما عنده بزيت الذرة العادي. يعني عزيزاتي هذا للجسم
والبشرة والشعر مرة طيب. إيش يسوي؟ أول لما يكون للشعر يسوي لمعان، يشيل القشرة، الفطريات، يعزز الدورة الدموية، يدي للإنسان كده هدوء، يعني زي ما تقولوا يهدئ الأعصاب. بعدين غير كده عزيزاتي القشرة، يعني الشعر إذا تكون بعيدة عن بعضها يقربها، ينبت الشعر يعني هو له فوائد عدة للشعر. للجسم كمان عزيزاتي يهدي الواحد كده زي البابون، يخليه كده ينام نومة طيبة. وبعدين يفيد البشرة جدا، يفيد. شوفوا أنا عندي منه حتى الصابون عزيزاتي، من كتر ما أحب اللافندر أجيب الصابون، الشامبو، حتى زي ما قلت لكم عزيزاتي للفوائد الزيوت للشعر والبشرة. للشعر زي ما قلت لكم يعزز الدورة الدموية، يشيل القشرة، ينبت الشعر، بعدين يلمع الشعر، يدي لمعان. بعدين عزيزاتي كمان مثلا يأخر الشيب الشعر، يعني بالنسبة للي لسه شعرهم أسود يعني يأخر لهم الشيب. يعني لا، فوائد اللافندر كثيرة عزيزاتي. بعدين للجسم ينعم الجسم، يدي هدوء يعني للأعصاب كده، يخلي الواحد ينام نومة حلوة. يعني زي ما قلت لكم هذا اللي هو بزيت الزيتون للركب والظهر. طيب هذا عزيزاتي اللي هو بجوز الهند، إن شاء الله أنا أجيب زيت الجوز الهند العضوي أحطه أكمل عليه، لأنه كان أنا عندي ديك الأيام قليل. فهذا هو الدرجة الأولى. بعده الزيت الزيتون للفوائد. بعده هذا كمان عشان ما في ناس ما تحب الريحة، هذا الاثنين اللي هو بزيت الذرة وزيت جوز الهند بدون ريحة.